نمر إلى المباراة الملحمية الأرجنتين ضد مصر. قد تكون بلا أدنى شك أكثر مباراة ينتظرها الجمهور العربي. الأرجنتين مما لا شك فيه تبقى أكبر المرشحين أنها تنتصر وتعبر إلى أدوار متقدمة في البطولة. لكن ظهور بعض الثغرات في المباريات الفائتة كما مباراة الكاب فيردي اللي لعبت بأداء شرف الكرة الإفريقية، وحارسهم المتميز فوزيني صاحب 40 سنة. أظن أنها لن تكون مباراة سهلة أمام مصر اللي لعبت بقوة وتنظيم تكتيكي على أعلى الحدود، ونجحت في إغلاق المساحات. واللاعبين اللي لعبوا بجرينتا كيما إمام عاشور، محمد هاني، صحيح إنه سجل هدفين على نفسه خلال المونديال، لكن قدم أداء بطولي والجماهير المصرية تعرفني أنا فاش نحكي. محمد صلاح أمام بانيكا اللي قدمها أمام حارس أسترالي تم تبديله في آخر دقائق لأنه يصد البلنديات، دخل عليه صلاح بلندي. آه، مرموش أضاع العديد من الكور، لكن يبقى من أبرز اللاعبين في منتخب مصر. و أحمد شوبير والعديد من اللاعبين. هذه المباراة ستكون اختبار حقيقي للمنتخبين. أنا أظن أنها ستكون مباراة صعبة جدا على الأرجنتين، ولا أستغرب البتة وإن شاء الله تمر مصر. لكن إن شاء الله تكذب مصر لتوقعاتي، وأظن أنها الأرجنتين هي مش ترشح للدور القادم، وإن شاء الله تكون مصر تخالف توقعاتي وتترشح.